تقول صاحبة القصة: أنا اسمي ليان، أبوي توفى وأنا لسه كان عمري أشهر، والآن أنا كبرت ومريت بمواقف كثيرة في طفولتي. المواقف هذه سببت لي أذى، ودايما أحس لو أبوي موجود ما كان عشت كذا. كانت وفاة أبوي دافع كبير يخليني أهتم بدراستي ومستقبلي، وسبب لي خوف جدا من المستقبل، وصرت جدا عملية، وأشوف إن ما في أحد يدوم الأحد، وأشوف إن البنت لازم تقوي نفسها بنفسها وتعتمد على نفسها. في يوم من الأيام كنت جالسة أتكلم بأحد مواقع التواصل الاجتماعي عن أهمية إن البنت لازم تعتمد على نفسها، وإنه ما حد يدوم الأحد وغيره من هذا الكلام. وكان في شخص رد علي وقاعدين نتجادل أنا وياه في هذا الموضوع، وإنه ضد كلامي ويحاول يغير نظرتي عن هذا الموضوع. وبعدها صار هذا الشخص يوصلني دايما. بدأت أتعلق بهذا الشخص، وكنت في فترة الثانوية، هو كان في الجامعة، صرنا نتواصل سوا 24 ساعة. صار شيء أساسي في حياتي، وأنا ما أنكر إنه حتى هو حبني من قلبه. كان أكثر إنسان حنون بالدنيا، كنت أشوف إنه قلبه طيب، وكان مدلعني ودايما يرسل لي هدايا. كان ما يخلي بخاطري شيء، وأحيانا بالصيف يشتغل ويجمع من راتبه ويجيب لي هدايا. كان يسهر معايا، يذاكر لي ويشرح لي صوت، يحل معايا واجباتي. كان معتبرني أحد أفراد عائلته. حتى أخته كان قايل لها عني ومخليها تتواصل معايا وتتابعني، وينتظر بس يتخرج عشان يجي ويتقدم لي. وكنت حرفيا أعتبره عوض الله لي في فقد أبويا. مرة من المرات كان يبغى يوصلني من بيت صاحبتي إلى بيتنا. للأمانة أنا ما كنت مرتاحة، وكان هو مصر علي وكان بيزعل، ووافقت. كان قلبي حاس إنه بيصير لنا شيء، وهنا كانت مرحلة التغيير. وأنا بطريقي راجعة البيت فجأة أهلي يدقون علي، حرقوا جوالي. إحنا طبعا خفنا، ولما قربنا من بيتنا لقيت أخواني في الشارع وجالسين يدقون علي. ما لقينا حل غير إنه راح لأهله وجاب أمه وأبوه معانا عشان ما يصير لنا شيء. هنا أهلي وأهله اكتشفوا إن إحنا نكلم بعض، وصارت مشاكل لما وصلنا في البيت بينهم. هنا أمي حلفت ودقت بيمين إني ما أخذ هذا الولد، وأنا ما كنت أدافع عني، كنت أدافع عنه. وقفت بوجه أهلي عشانه، كنت أحاول أبين لهم إنه ولد زين وكويس، وإنه يحبني من جد وحنون علي، وإنه حتى أخته كان قايل لها عني. طبعا إيش اكتشفت؟ إيش السالفة؟ اكتشفت إني أول ما طلعت من بيت صاحبتي وراجع البيت، أمي دقت على صاحبتي تسأل عني، تقول ويني؟ لأني أنا ما أرد. قالت صاحبتي الأم إنها طلعت، إني أنا طلعت، جاء أخويا وطلعت معاه. قالت صاحبتي ليان طلعت، جاء أخوها وطلعت. وأمي خافت، قامت تسأل أخواني تقول فينها؟ طبعا أخواني كلهم في البيت، ما حد جاني. طبعا انسحب جوالي، اتقفلت كل البيبان في وجهي، انحرمت من كل حاجة. عشت أصعب فترة في حياتي. جاء يوم الأحد ورحت المدرسة، ولما تواصلت مع صحباتي كلهم غلطوا عليه، ونقدر نقول غلطوا علي كمان، وظنوا فيني ظن السوء، وطعنوا فيني كأنهم ما يعرفوني من سنين. وأنا وقفت بوجههم كلهم وقلت لهم هذا أحسن واحد فيكم، أصلا ما يتقارن. انقلبت حياتي كلها، صرت وحيدة، انتركت من كل صحباتي، انحرمت من الطلعات، حتى جوال ما كان عندي. كانت أكثر فترة صعبة بحياتي، كنت ما أقدر أنام من الخوف والتفكير، كنت مخنوقة. فجأة كذا كل حياتي انقلبت. بعد ما كنت اجتماعية فجأة بدون ولا صديقة. مو الصديق ينصح صديقه، أنا صحباتي تخلوا عني، تخلوا من أول غلطة، رغم أن لهم سوالف، بس كان عذرهم أنها كانت طفولة ومراهقة. تعامل أهلي معايا تغير حياتي، وكرهت كل حاجة. لا تنسون تشتركون في قناتي على اليوتيوب رون، وحسابي في التيك توك رون _9090. نكمل. بعدها بفترة لما رجعوا لي أهلي جوالي، شفت أخته دائما تتواصل معايا، تسأل عني وتقول لي فضفضي لي، وتحاول تطمن علي، وتقول لي ترى أخويا خايف عليك وما هو على بعضه. وبعدها بفترة ما صرت أقدر أتحمل اللي أنا قاعدة أعيشه والوحدة اللي أنا فيها. كلمته وكتبت له وأنا أبكي على كل شيء مريت وجالسة أمر فيه. كان يقول لي اصبري والله راح أجيك، والله كم شهر بس. وكان يحاول في أهله دايما، بس ما كان يقدر يتقدم لي، وأهله ما كانوا راضين عشانه لسه طالب وما يقدر يصرف علي. وفي مرة من المرات لما تقدموا ناس عشان يخطبوني، أمي قالت لهم حياكم. طبعا أنا كنت دايما أرفض عشان دراستي، وأهلي كانوا موافقين الرأي، بس الآن تغير رأيهم وصاروا مصرين إني أوافق وأنخطب. وكانت تصير لي مشاكل في كل مرة، ويجيني كلام جارح دايما، لأن أهلي يدرون إني جالسة أرفض عشان الشخص اللي أحبه. تحملت خوفي بكل مرة أحد يجي يتقدم لي فيها، وأجلس أرفض وأرفض، وبكل مرة تصير لي مشاكل مع أهلي وصراخ وحوسة. رجعت أتواصل مع اللي أحبه، لكن الحنون علي تغير، صار ما يفكر بتصرفاته إنها ممكن تأذيني. لما أختفي عنه شوية يقلب جوالي اتصالات، ما يخاف علي لو أهلي انتبهوا الجوال إنه هو قاعد يدق، إيش ممكن يصير فيني. صار بمسمى الغيرة يراقبني بكل وسائل التواصل الاجتماعي، ويشوف كل الحسابات اللي جالسة أضيفها، وممنوع أضيف أي حساب غريب أو أي مشهور. كان عادي إنه يراقب حسابي طول الوقت، وأنا عندي بنات يحطون صورهم عادي. أنا مو من حقي أغار، لكن هو عادي. أنا ممنوع علي كل حاجة، ومو من حقي شيء.
قبل كانوا أهلي حارميني من كل شيء في حياتي، الحين صار هو حارمني من كل شيء في جوالي. ممنوع ألعب أي لعبة بالجوال، ممنوع أصور نفسي لصحباتي وأهلي، ممنوع أكلم أي أحد. حتى لما أخش لجروبات الدوام صور الشاشة ويسوي لي تحقيق طويل عريض. تخرجت من الثانوية بمعدل عالي جدا، وكان يدخلني بأي جامعة وبأي تخصص أنا أبغاه وأتمناه. وما ننسى أني أنا إنسانة حاطة الدراسة فوق كل شيء، وأن الشيء اللي أسعى له طول حياتي وأهم شيء في حياتي أصلا طلب مني إني أدخل التخصص المقارب لتخصصه عشان أكون بنفس شغله وأشتغل معاه بعدين. أهلي ما كانوا موافقين على التخصص وأنا ما كنت مقتنعة فيه كثير، لكنه كان مصر وقال لي بالحرف الواحد: إذا ما دخلتي هذا التخصص ما راح أكمل معاك. دخلت التخصص عشانه وعاندت أهلي، تحملت كل شيء أمر فيه من حرمان أهلي وإني وحيدة. وفوق هذا بدل ما يكون لي الشيء الوحيد اللي يخفف علي، صار أخس من الناس اللي حولي. ما كان يبين بعيونه أي شيء أسوي له ولا أي شيء قد سويته بحياتي عشانه. وقفت بوجه أهلي صحباتي، تحملت كل شيء عشانه. صبرت 4 سنوات، وكل من يتقدم لي كنت أعاند وأعاند وأتحمل مشاكل عائلية عشانه، لأني ببساطة ما أبغى غيره. حتى مستقبلي اللي أهم شيء في حياتي بنيته عليه، ودخلت التخصص اللي هو يبغاه. وبعدها المشاكل قامت تزيد وبدأ يصير ما يكلمني أصلا كثير، وأنا تعبت من التضحية. 4 سنوات أتحمل كل حاجة. وصلت سنة 3 جامعة وما قام يصير عندي أي عذر عشان أرفض الناس اللي تتقدم لي. وصرت أخاف من أهلي. قام يصير بيني وبين هذا الشخص كلام يخليني أحس إنه خلاص كل شيء بيننا انتهى. كان يقول لي: أنا باقي معاكي شفقة عشان ما حد باقي لك. ما كأني خسرت كل شيء في حياتي وسويت كل شيء في حياتي وصبرت سنوات عشانه وكنت أعاند الكل علشانه. كسرني بهالكلام. كان يغلط علي ويصير بيننا كلام مو حلو ونغلط على بعض. وصلت المرحلة اللي أتمنى كل شيء يرجع قبل ما يصير هذا كله، وإني أنا أحبه من جد من كل قلبي، لكن اللي قاعد يصير الحين غلط في غلط. حياة صار فيها شك ومرض وعدم ثقة. وبعد ما تغير علي ب8 شهور أنا انخطبت الولد كويس وأخلاقه حلوة، لكن أنا للحين ما نسيت. المصيبة وين؟ إن فجأة مع الأيام واحدة من البنات اللي أعرفهم صرت أشوفها لما تنزل سناب لابسة سوارة وسلسلة دايما، ودايما تبغى تبينهم. وكانت نفس السلسال والسوارة حقتي اللي كان جايبهم لي الحب حقي ورجعتهم لا بعد ما صارت مشاكل. تشوف هذه البنت دايما تكتب كلام حب. وبعدها إيش اكتشفت إنه ضافها مني. لما قلت لكم إنه دايما يراقبني، صار يكلمها وصارت حبيبته. عطاها الهدايا اللي كان جايبها لي. صرت أشوف سلسالي وسوارتي عليها. ولما تواصلت مع أخته وقلت لها عن كل حاجة، قامت تدافع عن أخوها. وفجأة لقيت حبيبته اللي هي صديقتي حذفتني من كل مكان ومعطيتني بلوك. ومو هي الحالة اللي حذفتني ودتني بلوك، حتى هو. وبعدها بشهور خطبها. وأشوف كل البنات يهنونهم ويتمنوا لهم عشرة دائمة. وكان شاطر بأنه يكسر قلبي كسر يكفيني 70 سنة قدام. طب صديقتي وما فكر بمشاعري وما فكر البنات اللي كنت واقفة بوجههم وأقول لهم هذا أحسن منكم وتخليت عن الكل عشانه. بالنهاية تزوج مين؟ ما فكر بكل شيء أنا سويته عشانه. تحملت سنوات وبنيت حتى مستقبلي عليه. هو كمل حياته وارتبط بالبنت هذيك، ارتبط عن حب وعايش حياته ونساني. وأنا بعد ما هدمت كل حياتي عشانه لسه ماني قادرة أتقبل ولا أني قادرة أستقر مع خطيبي. ندمت أكبر ندم في حياتي إني عرفته. بعمري ما أذيته وكنت أسوي كل شيء عشانه. ما توقعت بيوم بيكون أكبر سبب لهمومي، بيتركني أعيش طول عمري بحرقة قلب. انتهت القصة.